أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. العادة ديما نقول أيها الشعب التونسي العظيم. اليوم مانيش باش نقول العظيم، ولكن باش نقول أيها الشعب التونسي فقط. إلى اللي مازالوا مش مصدقين وأنه الرئيس زين العابدين بن علي وصهره الأول وصهره الثاني وزوجته وقع اغتيالهم يوم 14 جانفي 2011. الناس اللي ما زالت ما صدقتش الخبر هذايا وما حبش تفهم الحقيقه هذه وانه انقلاب وليست ثوره، هذو من المغفلون اللي حبيت اليوم نوصله لكم. وانه تونس تعلن انه بالحسن طرابلسي كما تقول ملحه وذابت من كندا. الحقيقه هو انه بالحسن الطرابلسي لم يهرب إلى كندا أبدا، وإنما وقعت تصفيته مع صهره الرئيس زين العابدين بن علي ومع صخر الماطري ومع ليلى بن علي يوم 14 جانفي 2011 في تونس. ولم يهرب أحد منهم إلى خارج تونس، ولكن وقعت تصفيتهم واغتيالهم في تونس. اليوم يقولوا أنه بالحسن الطرابلسي غاب عن الوجود وما عادش يلقاوه. نهار اخر يعملوا نفس الشيء للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وانه المملكه العربيه السعوديه ما عادش لقيته في تحت اراضيها وفي بلادها. وهكيكا يقعد الشعب التونسي الغبي ديما في غبائه وديما يصدق في الاكاذيب الاعلاميه والسياسيه والاستخباراتيه. لعبوا بكم وما زالوا يلعبوا بكم، واللي يحكموا فيكم يلعبوا بكم ويشوتوا فيكم من هوني ومن هوني. والنهضة ونداء تونس الزوز خارطين في خرية على وجه اللي مازال ما حبش يفهم أنه انقلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.